الو، السلام عليكم. شكون معايا؟ سي محمد، هذا معك فلان من الديوان. كاين واحد ملف استعجالي خاصنا نناقشوه، والتعليمات وصلات باش تسير لينا الامور. واش انت واجد ولا نعيطوا لواحد اخر؟ الديوان. ايه اسيدي واجد. غير امرني، شنو خاصني ندير؟ مزيان مزيان، غادي يجي عندك مبعوث ديالنا خاص تهلا فيه، وراه العينين عليك. كتوصلنا شكايات بزاف عليك. مع السلامه. اسيدي هاد المكالمة اللي سمعتو دابا هي اللي خلات الوزراء والولاة يطيحوا من كراسيهم. مكالمة وحدة برقم مجهول كانت كافية باش تبني إمبراطورية من الوهم. اليوم غادي نعاود لكم قصة حقيقية اللي صدمات المغرب، قصة النصاب القصور. تخيل معايا مكالمة هاتفية وحدة بلهجة الأمارة وصوت رزين، تقدر تخلي والي بجهده وقوته يخرج يستقبلك تحية عسكرية، يفتح لك أبواب القصور اللي كيحلم بنادم غير يشوف الصور ديالها. هادي ماشي قصة من الخيال، هادي حكاية إنسان رجل اللي قرر نهار واحد يلبس قناع مستشار الملك ويدوخ الدولة كاملة بالذكاء الشيطاني. اليوم غنعرفو كيفاش ولد هاد النصاب الأسطوري، شنو هو أول فخ نصبو وطيح فيه رؤوس كبيرة. وجدوا راسكم، حنا يلا في بداية اللعبة. بطل قصتنا ما كانش ولد عائلة غنية وما كانش عنده دبلومات عليا. السلاح الوحيد اللي كان عنده هو العين اللي كتشوف ما وراء المظاهر. كان كيجلس ساعات أفخم مقاهي الرباط، كيراقب مسؤولين، كيشوف كيفاش كيهضروا، كيفاش كيناديو على بعضياتهم، واهم من هاد الشيء كيشوف الخوف اللي في عينيهم ملي كيسمعوا كلمة تعليمات من فوق. فهم باللي السلطة في المغرب عندها لغة خاصة، وإلا تعلمتي ديك اللغة غتفتح ليك كاع البيبان. كان عارف باللي باش تصيد حوتة كبيرة خاصك طعم غالي. جمع كاع داكشي اللي عنده وشرا بدلات براند العالمية، ساعات كتبان فخمة، ودار نيولوك، حلق لحيته بطريقة معينة، وبدا كيدخل صالونات الحلاقة الراقية اللي كيحسنوا فيها الوزراء والجنرالات. تما كان كيجلس حداهم كيشم ريحة العطور ديالهم، كيحفظ ألقابهم: سي مستشار فلان، والسي الوالي فلان، والسي المدير فلان. ما كانش غير كيحسن شعره، كان كيبني في شخصية الشبح اللي غيدوخ بها المغرب كامل. أول اختبار حقيقي كان في واحد من أفخم فنادق المملكة. السيد دخل بكل برودة، كان فندق كأنه فندق ديالو. سيكوريتي والخادم عطاو التحية بلا ما يسولوه، حيت الهيبة ديالو كانت كتهضر عليه. طلب المدير العام بلهجة حادة، وملي جا المدير هو كيترعد: الأستاذ ديالنا ما طلب منه والو، فقط قال ليه معاك فلان بن فلان مبعوث الخاص. السيد فلان مسؤول كبير، غيدوز من هنا، تهلاو فيه، وراها التعليمات وصلاتنا باش نراقبوه بجودة. المدير ما سدش عينيه ديك الليلة، والخبر انتشر في مكاتب السلطات بحال العافية. كاين مستشار جديد وقوي كيدور في الرباط، الخطة نجحات، ولا هو الحديث السري ديال الكبار المسؤولين. ولكن هاد الشيء كان يلاه تحمية. قرر يرفع السقف وهز التليفون واتصل بواحد من أقوى الولاة في المغرب، واحد الوالي اللي معروف بالصعوبة ديالو والتعامل ديالو. شنو قال ليه وكيفاش قدر يخليه يفتح ليه الخزينة الإقليم ويخرج ليه أظرفة، وهو كيقول ليه شكرا سعادة المستشار. هاد الشيء اللي غنشوفوه دابا. سلاحه السري ما كانش غير اللبس، بل كان هو التليفون
شرا أجهزة كتحول الأرقام لأرقام خاصة بريفي، وبدا كيدير اتصالات ماراطونية. السيناريو كان ديما هو نفسه، كيعيط السكرتيرة بلهجة مخزنية حادة: دوزي لي السيد العامل دابا معاك الديوان الملكي. ملي كيتشد الوالي أو العامل الخط كيهبط عليه بواحد البرودة كترعد: السي العامل، كاين واحد الملف استثماري استراتيجي في المنطقة ديالكم، والسيد كما كنعرفو اللي هو مكلف بمهمة غادي يزوركم غدا. التعليمات هي تيسروا ليه كاع الصعوبات. تخيل معايا المشهد: العامل المسكين ما كينعس ديك الليلة، كيوجد سجاد أحمر وفرقة موسيقية، وفي الصباح كتوصل مرسيدس حلا كينزل منها ببدلة إيطالية ونظارات سوداء. العامل كيحني راسو كيرحب بالمبعوث القصر. الأستاذ ديالنا كان كيمثل الدور لدرجة أنه كينتقد العامل على صباغة الحيط أو نظافة الشارع، كأنه كيدير تفتيش رسمي. هاد الدهاء خلى المسؤولين يتيقوا باللي هذا راه واصل وقريب بزاف من المركز ديالو. ما كانش كينصب بطريقة رخيصة، كان كياخد واجب الضيافة. المسؤولين خوفا منه ولا من الغضب اللي الفوق وتقربا من هذا المستشار كان كيسلموا مبالغ مالية ضخمة تحت مسمى دعم المشاريع أو غير هدية رمزية. قدر يحصل على بقع أرضية في مواقع استراتيجية ورخص استثمارية اللي كيحلموا بها الكبار مقاولين. كل كان باغي يرضيه، حيث في نظرهم كلمة واحدة منه غتوصل للرباط تقدر تطيرهم من كراسيهم. بقى عايش هاد السيبة لشهور والفلوس بقات كتحط عليه من كل جهة، ولكن وسط هاد النشوة ديال النجاح نسى بلي الحيوط عندهم ودنين. واحد النهار اتصل بواحد المسؤول أمني قديم، واحد من دوك الديناصورات المخابرات اللي ما كيدوزوش عليهم القوالب. هذا المسؤول لاحظ حاجة غريبة في الهضرة ديالو. الحاجة خلاتو يهز التليفون ويدير اتصال مباشر بالرباط. شنو هو هذا الغلط اللي دار، وكيفاش بدات لا ديستي كتستنتج خيوط العنكبوت الحولية؟ هذا الشيء اللي غنعرفوه دابا. ظرف ساعات قليلة الماكينة الأمنية بدات كتحرك. الكوميسير دار اتصال مباشر بالمديرية القصور الملكية والتشريفات وسول سؤال واحد: واش عندكم شي بعثة رسمية بهذه المواصفات؟ الرد جا صاعق ومختصر: لا، علم لينا بهذا الشخص. هنا صدرت أوامر عليا باش يتم مراقبة هذا السيد بلا ما يحس. زرعوا أجهزة تصنت والتراقبات تحركات ديالو 24 ساعة على 24 ساعة. اكتشفوا باللي هذا المستشار الكبير كينزل مرسيدس فخمة ويمشي للدار العادية. كاع دوك المسؤولين اللي ضحك عليهم كانوا كيعطيوه أسرار الدولة بلا ما يعرفوا. الأجهزة الأمنية قررت ما تقبضش عليه في الزنقة، بغاو يشدوه هو متلبس باش يفرشوا معاه كاع اللي كان كيقضي ليهم الأغراض. اتفقوا مع واحد المقاول كبير نصب عليه ديجا باش يدير ليه وليمة فاخرة تكريما الجهود ديالو. الأستاذ ديالنا كعاداته جا لابس أحسن ما عنده والضحكة واصلة لودنيه، كيتسنى الغلة ديال داك النهار. ما كانش عارف باللي النص الحاضرين في ديك القاعة هما عناصر من لا دي اس تي والشرطة القضائية بملابس مدنية كيتسناوه. كان جالس في راس الطابلة كيهضر بكل ثقة حتى وقف عليه واحد الشخص وقرب لودنو وقال ليه كلمة واحدة، كلمة خلات الدم يهرب ليه من وجهه والأظرفة يطيحوا من يدو. شنو هي هاد الكلمة وكيفاش كانت لحظة المداهمة اللي صدمات كاع المسؤولين اللي كانوا حاضرين؟ هادشي غنشوفوه بعد لحظات. قال له: سعادة المستشار، سالة وقت التمثيل، نوض معانا للواقع. في ديك اللحظة الأظرفة اللي كانت في جيبه بدات كترعد بيدو. دخلت فرقة المداهمة وبدات العملية التفتيش
وسط صدمة المسؤولين الحاضرين اللي بقاو كيشوفوا بعضياتهم بذهول. واش هذا بصح كان غير نصاب؟ داروا له ليمينوط وخرجوا من الفيلا تحت جناح الظلام، بعيدا عن الاضواء اللي كان كيعشقها. في مكاتب التحقيق طاح القناع نهائيا، ما بقاش كيهضر ببرودة المستشار، بل هضر بصوت الانسان خايف من المصير ديالو. اعترف بكل شيء، كيفاش كان كيزور الوثائق، كيفاش كان كيقيد المسؤولين بنقط ضعفهم، وكيفاش كان كيعيش حياة الملوك فلوس الضحايا. والمفاجأة الكبيرة هي ملي سولوه المحققين كيفاش قدرتي تدوخهم كاملين، جاوبهم بجملة بقات تاريخية: أنا ما نصبتش عليهم بالذكاء ديالي، أنا نصبت عليهم بالخوف ديالهم. هما اللي بغاو يصدقوا باللي أنا واصل باش يقضيو مصالحهم. النصاب طاح، ولكن الزلزال يلاه بدا. التحقيقات جبدت الأسماء ثقيلة، ومسؤولين كبار لقاو راسهم في قفص الاتهام بسبب الرشاوي والهدايا اللي عطاوها لهذا الشخص. واش هاد المسؤولين حتى هما مشاو للسجن؟ وشنو كان الحكم النهائي اللي نطق به القاضي في حق نصاب القصور؟ هاد الشيء اللي غنشوفوه بعد لحظات. وصلنا للنهاية، اللحظة اللي غتحول فيها المستشار القصر كنزيل في السجن. ولكن الصدمة ما كانش غير في الحكم عليه، بل في زلزال اللي وقع داخل الإدارات العمومية. اليوم غنشوفوا كيفاش طاروا رؤوس كبيرة بسبب وشنو هما الكلمات الأخيرة اللي قالها. نهار المحاكمة القاعة كانت عامرة بالصحافة والفضوليين بطبيعة الحال. وقف قدام القاضي ماشي ببدلة إيطالية هالمرة، ولكن بملابس السجن بسيطة. المثير هو أن المحاكمة تحولت لمحاكمة الفساد، ماشي غير للنصب. بدا كيجبد ملفات: فلان عطاني رخصة باش نمدح فيه عند الفوق، فلان عطاني 50 مليون باش يترقى. النصاب بدا كيفرش كاع دوك اللي كانوا كيظنوا بلي الرشوة غتقربهم للسلطة. القاعة كانت كتغلي، والمسؤولين اللي كانوا الضحايا لقاو راسهم دابا في قفص الاتهام بالفساد. من بعد الجلسات ماراطونية نطق القاضي بحكم سنوات طويلة من السجن النافذ تهمة انتحال الصفة، زائد النصب والاحتيال، زائد تزوير وثائق رسمية. المستشار ديالنا تقبل الحكم بابتسامة غامضة، كأنه كان كيعرف بلي هذا النهار غيجي في المقابل. صدرت الأوامر إدارية بتوقيف وعزل عدد من المسؤولين اللي تبت تورطهم في تسهيل المهام النصاب إمبراطورية الوهم. نهارت كاملة وخلات موراها دروس قاسية لكل واحد كيقيد راسو بالمظاهر. اليوم السيد المستشار المزور بطبيعة الحال قضى مدته وخرج، ولكن الاسم ديالو بقى محفور في التاريخ الجريمة المغربية. كأد كان صاب داز في البلاد. قصة ديالو كتعلمنا باللي القانون لا يحمي المغفلين، ولكن أهم كتعلمنا باللي الذكاء بلا أخلاق كيوصل للحياة المسدود. قدر يخرج يخدع الناس حيت استغل فيهم الطمع والخوف. لو أن كل مسؤول دار خدمته بصدق وما خافش من التعليمات الوهمية، ما كانش لهذا النصاب وجود أصلا. هذه كانت قصة نصاب القصور، الراجل اللي ضحك على الدولة بكلمة واحدة. كنتمنى هاد السلسلة تكون نالت إعجابكم وعطاتكم فكرة على كيفاش كيديروا النصابة الكبار. قبل ما تخرجوا بغيت نسولكم، واش كتعرفوا شي قصة أخرى ديال النصب وقعات في مدينتكم؟ شاركونا قصصكم في التعليقات يا أخي المتابع، وما تنسى المظاهر ديما خداعة. تهلاو، كان معاكم حكايات ميد.